يا مساء الفل. النهارده فيديو جديد وهنستعرض ليكم فيه معلومات مهمة جدا 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 عن الهجرة الى كندا، وهنقول لكم عن برنامج سهل جدا للهجرة الى كندا. طبعا في الاول زي ما احنا عارفين ان كندا بتطلب مهاجرين كتير من سنة 2023 ل 2025، عايزة تستقطب حوالي 1,200,000 مهاجر، وده عدد طبعا مهول، عدد كبير، وهم محتاجين 1,200,000 مهاجر يهاجروا لغاية كندا للعمل هناك. طبعا لسد سوق العمل هناك، لان في فجوة في سوق العمل في كندا، فهم محتاجين عدد كبير جدا من المهاجرين يهاجروا ويشتغلوا في كندا. طبعا في ناس كتير هتسألني اسئلة زي هقدر اسافر انا وعيلتي؟ هقولك في البرنامج ده هتقدر تسافر انت وعيلتك واولادك اللي اقل من 18 سنة. وطبعا حد يسألني تاني يقول لي هو في شرط معين للسن؟ هقولك لا، ما في شرط معين للسن خالص. وهل برضو في شرط للغة؟ هقولك لا، هما برضو في البرنامج ده مش حاطين شرط للغة. ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا. بس قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا، لو انت اول مرة بتتفرج علينا على قناة مينو ترافلينو، ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتعمل سبسكرايب اشتراك للقناة. هنسيب لكم برضو روابط كل الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها في التعليقات تحت. ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا. البرنامج اللي بنتكلم عليه النهاردة اسمه جلوبال ستريم تالنت. وجلوبال ستريم تالنت هو عبارة عن برنامج استقطاب عمالة من الخارج البلاد، والشروط بتاعته بسيطة جدا، اللي هم طالبينها عن بعض الأعمال اللي كاتبينها لك في الموقع بتاعهم. لو متوفرة فيك بتبقى فرصتك كبيرة جدا ان انت تفوز بالهجرة لكندا. خلونا نتكلم على حاجة برضو ميزة مهمة في البرنامج ده بيردوا عليك، يعني هم بيراجعوا الورق في ظرف 10 ايام من يوم ما انت بتقدم، وبيردوا عليك بالفيزا في خلال 20 يوم. يعني في خلال 20 يوم بس بتكون جايلك الفيزا لو انت مؤهل للهجرة لكندا ووافقوا على الشروط اللي هم حاطينها لك، وانت جبت سكور عالي عندهم. في 20 يوم بتقدر تهاجر لكندا. ميزة في البرنامج ده ان هو بعد ما بتحصل على عقد العمل وفي ظرف السنة واحدة بس بتاخد الإقامة الدايمة. ودي ميزة يعني جميلة جدا عن كل البرامج اللي موجودة عندهم في برامج الهجرة، ان انت في ظرف السنة بتاخد الهجرة الكاملة وتقدر تجيب أولادك وزوجتك. طبعا ناس كتيرة هتسأل طيب هو ايه اللي هتستفاد منه كندا من ان هي تجيب 1,200,000 مهاجر عندها؟ هقولك زي ما قلت لك في الأول ان في فجوة في مجال العمل عندهم، يعني في شركات، في مصانع، في مستشفيات، في مزارع عايزين ناس تشتغل عندهم، وفي فجوة عندهم ونقص عدد العمال اللي عندها. فبكده بالبرنامج ده هتقدر تجيب مهاجرين ليها ذو خبرة. اهم حاجة ان انت تعرفها ان هنا برضو بيطلبوا خبرة في مجال العمل بتاعهم، مش اي حاجة، يعني مش اي حد عنده هيقدم عليها هيتقبل على طول، وده برضو لازم تبقى واخد بالك. ودلوقتي هنفتح مع بعض الموقع اللي هسيب لك رابط اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت في الوصف. وزي ما احنا شايفين اهو الوظائف المطلوبة زي مثلا ادفرتايزنج، ماركتنج اند بابليك ريليشن مانجر، يعني مديرين، وفاينانشال مانجر بتوع التسويق، وبتوع الماركتنج، بتوع الريليشن مانجر المديرين. عندك فاينانشال ادفايزر. يعني انت تقرا بقى الوظائف كتيرة جدا موجودة اهو كله. بيكرز عندك بتوع العيش، دينتال اسيستنت مع بتاع الاسنان، اسيستنت مساعد عادي خالص، هوم شايلد كير يعني حد بيراعي الاطفال في البيت. تحت برضو هتلاقي مجموعة من الوظائف كبيرة جدا، فاينانشال مانجر، هيومن ريسورس مانجر، بريشيزنج مانجر، والصفحات كتيرة جدا 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 اهو تحت في الوظائف. هتقلب فيها وتشوف الوظيفة المناسبة ليك وتاخد الكود بتاعها اللي مكتوب وتبتدي بقى في التقديم. طبعا عشان الفيديو والوقت بتاع الفيديو
مش هنخش في تفاصيل كتيرة قوي عن الموقع. انت تخش تسرش فيه وتعرف عنه كل حاجة والوظائف المطلوبة وكل حاجة. ازاي بقى البرنامج ده بيشتغل؟ هو عبارة عن ان انت بتدور على الوظائف في مواقع، ان احنا هنسيبها لكم تحت في الديسكريبشن. هي زي لينكد ان عندنا ووظف، وفي الوطن العربي في مواقع برضو كتيرة جدا بتاعت وظائف. انت بتتواصل مع صاحب العمل، بتبعت له السي في بتاعك وكل التفاصيل عنك، وبتقول له ان انا تبع برنامج جلوبال ستريم تالنت، والكود ده بتاع الهجرة بتاعي، ان انا عايز الوظيفة ديت. واول لما هو بيقبل، لان هو ما عندوش شروط من الادارة الكندية، حاطين شروط او قيود عليه ان هو يقبلك، بل هم بيوافقوا على طول على الهجرة. مجرد ما هو بيوافق ان انت تروح تشتغل عنده، فالإدارة الكندية بتوافق على طول وبتروح تهاجر وتشتغل هناك في كندا. يقول لي برضو هو تكلفة البرنامج ده قد ايه؟ هقول لك التكلفة بتاعتها برضو بسيطة جدا. التكلفة بتاعتها 156 دولار كندي عليك، وبيدفع اللي هيوظفك الشركة او المكان اللي هيوظفك، المستشفى او ايا كان، بتدفع 1000 دولار كندي. يعني انت بتدفع 156 بس دولار كندي، وهم الشركة او المكان اللي هيوظفك 1000 دولار كندي. فكل اللي عليك ان انت هتعمله، هتخش على مواقع التوظيف الكندية وتقدم على الوظائف، وما تنساش تعمل سي في كويس جدا ليك وتكتب فيه معلومات صح، معلومات كلها دقيقة وصحيحة، ان انت عندك خبرات في ايه واشتغلت في ايه. وما تنساش الحتة اللي احنا اتكلمنا فيها بتاعت ان انت تكتب في الرسالة وانت بتقدم على شغل ان انت تبع برنامج جلوبال ستريم تالنت. وجلوبال ستريم تالنت لما انت بتقول له بيعرف ان هو مفيش قيود عليه ان هو يقبلك، وان مفيش قيود هيقابلها مع الادارة الكندية في انه هي تقبلك، وان هو يقدر يوظفك بكل سهولة، لان هي مش طالبين منه اي اجراءات معقدة. ولو على ورق واجراءات الهجرة دي كلها مش هتبقى صعبة، لان هو هيخلص لك كل حاجة خاصة بالهجرة والورق بتاعك وكل حاجة، فما تقلقش من حتة الورق خالص. كل اللي عليك ان انت تخش على المواقع بتاعة التوظيف وتدور كويس جدا على الوظيفة اللي انت شغال فيها وعندك خبرة فيها وتقدم عليها. وزي ما قلت لك هسيب لك كل المواقع بتاعة التوظيف اللي في كندا في صندوق الوصف تحت. زي ما قلت لك هو البرنامج تكاليفه بسيطة جدا، 156 دولار بس، وان هو بيتكلف صاحب العمل 1000 دولار. فانت كل اللي بتحمله هو 156 دولار، فانت مش خسران حاجة. ليه تلجأ لمكاتب العمل وتدفع 3000 و4000 و10000 دولار لما انت ممكن تجرب الاول بنفسك وتشوف وتدور، ويمكن تجيلك الهجرة ديت وتبقى من صاحب الحظ، وما تكلفتش غير 156 دولار بس، ودخلت بطريقة شرعية، وفي ظرف سنة واحدة هيبقى معاك الإقامة الدائمة. ودمتم مسافرين ومهاجرين مبسوطين. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك، ولو عندك أي أسئلة تسيبها لنا في الكومنت تحت، ولو مش مشترك على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة، واشوفكم في فيديوهات جاية جامدة جدا. شكرا.